هل الانفجار الكبير مذكور في القرآن؟ ربنا بيقول في سورة الأنبياء في الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآية دي بتقولك إن فعلا السماوات والأرض كانوا في وقت من الأوقات متصلين ببعض جدا وقريبين جدا جدا من بعض، وده كان قبل ما نخترع حتى نظرية البيج بانج ثيوري، واللي بتقول إن نشأة الكون كله مش بس المجرة بتاعتنا، الكون كله نشأ عن طريق إن كان في مجموعة من الذرات اللي هي مضغوطة ضغط كبير جدا، وبعدين الذرات دي انفجرت بشكل كبير كونت المجرات ومن ضمنها المجرة بتاعتنا. وسبحان الله كل كوكب من الكواكب دي بقى دلوقتي في مسار خاص بيه، واللي كانت متكدسة في كورة كبيرة جدا كان نص قطرها 300 مليون ميل. أما بالنسبة للجزء الثاني من الآية: فجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء داخل في كل حاجة في حياتنا، داخل في التفاعلات التحولات اللي بتحصل داخل الجسم، كذلك داخل في المواد الفعالة، وكذلك بيكون عوامل مساعدة. ولو بصينا على جسمنا احنا هنلاقي ان 60% من جسمنا اصلا ميه، فسبحان الله. وفي الآية 33 من نفس السورة ربنا بيقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لحد القرن 16 ميلاديا تقريبا كان الناس فاكرة ان الارض ثابتة والشمس هي اللي بتدور حواليها، وبعدين بعد كده جالي لما حب اللي هو يوضح الناس دوت، الناس حتى قالت له انت مجنون ما صدقهوش، وبعدين دلوقتي وصلنا للعلم الحديث ان فعلا الارض هي اللي تتحرك حوالين الشمس، فسبحان الله. واخر اعجاز في سورة الانبياء في الآية 47 ربنا بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الآية هنا استخدمت حبة الخردل، وهي حبة الكيلو منها في 912 ألف حبة، يعني الحبة تقريبا جزء من الألف من الجرام، وده أصغر وزن حبة نبات عرفناها لحد النهاردة، سبحان الله موجود في الآية دي. ونختتم بالآية 47 في سورة الحج ربنا بيقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طبعا الآية دي نزلت قبل ما العلم كله يعرف ان في حاجة اسمها نسبية، وان الزمن فعلا نسبي. فاحنا لو بصينا دلوقتي على الكواكب هنلاقي ان السنة على كوكب عطارد بتساوي تقريبا ربع السنة على كوكب الأرض، وكذلك لو احنا بصينا على كوكب الزهرة هتلاقي اللي هي 225 يوم بس، والأرض نفسها 365 يوم وربع. ولو بصينا على المريخ اللي جنبنا هتلاقيه تقريبا عامل سنتين من العام بتاع الأرض، ولو بعدنا خالص وصلنا لبلوتو هتلاقيه عامل 250 سنة من السنين بتاعتنا، فسبحان الله. وبكده نكون انهينا الحلقة السادسة من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن في رمضان، واللي جاوبنا فيه على السؤال